السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبيب قلبي هنعمل القرنبيط بقى المقرمش. معايا كده قرنبيط قطعتها لحلقات زهرات يعني، ومعايا دقيق، ومعايا البهارات بتاعتنا. انا وكمان هجيب حله الوقت يا حبايب قلبي، هحط فيها ميه واسيبها تغلي، واحط عليها كمون علشان الغازات بتاعه القرنبيط تروح في قلب الميه، واحط كمان ملح، اظبط الملح بتاعها. وبعدين هجيب الزهرات بتاعتنا هحطها على الميه في قلب الميه يا حبايب قلبي، وهسيبها بقى قيمه 10 دقايق كده، وهشيلها عشان ما تستويش جامد وتتهري معانا. هنسيبها 10 دقايق في المية وهشيلها. وانا كده معايا الدقيق، وجبت فيه طبق بودر وملح ومعلقتين نشا والسبع بهارات وكمون وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا، وقلبتهم كلهم في قلب بعض، وهحط نص الكمية على الدقيق واقلبها في قلب الدقيق، ونص الكمية عما اطلع القرنبيط واغسله بمية ساقعة هفضيه عليهم علشان يديها طعم ونكهة كده. هقلب الاول يا حبايب قلبي المكونات دي كلها في قلب الدقيق، وهجيب معلقتين فيجيتار احطهم في قلب الدقيق اللي انا هحط عليه شوية مية علشان يديها طعم مع الدقيق مع البودر مع البهارات اللي معانا يا حبايبي والنشا وكده. انا هجيب المية وادوبهم كده شوية. وعلى فكرة انا معايا كمان خل، انا مش هحط الخل عليها اللي ساعة ما انا جاية اقلي القرنبيط على طول، هحط كده قيمة معلقة، وهدوب كل المكونات بالدقيق بالمية كلها عما يبقى القوام ده، وهسيبها شوية. وبعدين هروح هجيب حلة القرنبيط اصفيها. شفت القوام ده؟ انا هسيبها لسه هخفف القوام ده يا حبايب قلبي. انا هروح اجيب حلة القرنبيط، هطفي عليها النار واصفيها الاول. انا طفيت كده النار يا حبايبي. انا هجيب مصفى واحطها في قلب الحوض واحط القرنبيط فيه علشان اصفي الميه. امسكها كده عشان الحله كده سخنه. هصفي القرنبيط في قلب الحله في قلب المصفى يا حبايبي، وهشغل الميه الاول علشان الميه تنزل على القرنبيط وكده. انا شغلت الميه، هفضي بقى الكميه وهغسلهم بشويه ميه كده ساقعين علشان ما يتهريش معانا، عشان اوقف السوا بتاعها. وهاخدهم افضيهم في طبق كده، وهرش عليهم بقى البهارات بتاعتنا بالمكونات اللي احنا عملناها. هي لسه سخنه، بس انا عاوزه ان انا احط البهارات كده عليها عشان تديها طعم وكده. وهقلب كل البهارات دي في قلب القرنبيط كلها. انا معايا المكونات اهوت، هحط عليها قيمه معلقه خل كبيره، وهقلبها كويس علشان تبقى معايا القوام بتاعي سايح كده. شوفوا القوام بقى خفيف ازاي عن الاول. انا لازم احط الخل قبل ما نقلي القرنبيط على طول، علشان ممكن يتقل معانا وكده. انا لازم اعملها كده ساعتها. وانا معايا دقيق اهوت، وجبت معلقتين نشا وحطيتهم عليهم وقلبتهم فيها كويس. وانا هاخد زهرة بزهرة اعملها من القوام بتاعنا ده من المكونات بتاعتنا، وهمسكها في قلب الدقيق ادورها في قلب الدقيق كويس كده. وانا كده كده قبل ما اخد القرنبيط اقليه هنفضه كويس من الدقيق علشان مش يبقى معانا حتت متكتله فيه وكده. هعمل كمان واحده معاكم وهاخد الحاجات دي، وانا حاطه كمان الزيت على النار عشان يتقدح معانا. قلت واعمل كمان معاكم 2، واروح احطهم في قلب الزيت كده. بس اهم حاجه الزيت ما النار ما تكونش عاليه جامد يعني على الزيت، علشان القرنبيط ما يغمقش مننا. انا نفضها كويس كده من الدقيق والزيت. ما تنسوش لينا اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم جديد فضلا ليس امرا.
وانا بشكر حبايبنا من خارج مصر ومن جوه مصر على التعليقات بتاعتكم الجميله، ربنا يبارك فيكم يا رب. كده انا حطيت القرنبيط في قلب الزيت وقلبتهم كويس. اللي بتتحمر انا باخدها اطلعها، بس انا فاتحه كده الفلاش معاكم. مفتح اللون بتاع الزهره بتاعه القرنبيط. هو ما شاء الله غامق معاه، يعني احمر كده ومعانا ومقرمش وجميل. شوفوا بقى اما انا قفلت الضوء بتاع التليفون بتاعي، شوفوا بنت على الحقيقه ما شاء الله. انا هخلص كل كميه القرنبيط واوريها لكم يا حبايبي. انا كده خلصت كل الكميه اهي ما شاء الله، ومقرمش وطعمه جميل. شوفوا من جوه عامله ازاي ومن بره. وانا هجيب طبق وارصه كله في قلب الطبق من بره، فيه من في قلب الطبق وكده. وكده الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم على خير، مع السلامه.